السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا علي محمد، أخصائي تمريض وحاصل على البورد الأمريكي النكليكس. هنتكلم النهاردة في فيديو جديد من فيديوهات سلسلة الطريق لأمريكا من البداية عن إزاي تعمل أكاونت على بورد تكساس. هنتابع مع بعض بالخطوات. أول حاجة هنفتح جوجل ونكتب تكساس بورد اوف نيرسينج، ونجيب الموقع. هيفتح لي الواجهة دي. تمام. هننزل نجيب التكساس بورد اوف نيرسينج دي البورتال. وبعد كده نقول نجيب كليك هير تو جو تو تكساس نيرس بورتال. هيفتح لي الصفحة دي. تمام. هنعمل كريت اكاونت. دي الشروط والكلام ده التيرمز والكونديشنز. نقراهم كويس ونعرف الدنيا وندوس اي اجري. بيقول لي اول حاجه خالص، بيقول لي do you have or have you ever held a license with Texas Board of Nursing. هل انت معاك اصلا ترخيص في ولايه تكساس ولا لا؟ احنا قد ايه اول مره. هنقول نو وندوس continue. هندخل الايميل ادريس بتاعنا. وهنعيد تاني. وهنعلم على I'm not a robot. ونخلص الحاجات دي. ندوس continue. هيقول لك انا بعت لك رسالة على الايميل بتاعك، شوفها ودوس على الايميل عشان تقدر تكمل الريجستريشن بتاعك. انا كده فتحت الجيميل بتاعي. تمام. هيقول لك هنا دوس على الرابط ده. تمام. في خلال 24 ساعة هندوس عليه. بس كده هيبدأ بقى نبدأ نكمل البيانات. تمام. اول حاجة الفيرست نيم، مثلا هسمي نفس الاكونت علي. انت تكتب اسمك الحقيقي. تمام زي الباسبور بالظبط. علي مثلا احمد، ولا علي مثلا محمد، احمد مثلا علي. انا بدخل اي اسم. تمام. تاريخ الميلاد، دخل اي حاجة برضو. بس انت دخل اسمك التاريخ معلوماتك الحقيقية. تمام. مثلا 99 واحد واحد اي حاجة. تمام. بيقول لك do you have a US social security number. لا، انت خارج الولايات المتحدة، فمش بيبقى معاك رقم الضمان الاجتماعي. هندوس نو. هندخل نعمل باسورد هنا. تمام. هنعيده تاني. ده رقم الموبايل. تمام. ممكن تسيبه، ده اوبشنال. ممكن تدخل او ما تدخلوش عادي براحتك. تمام. هتعمل اي ام نوت ريبوت تاني، وتعمل كريت اكونت. تمام. كده اتعمل معانا الاكونت بتاعنا. تمام. انت كده ايه، عديت اول مرحلة. تاني مرحلة هي ايه؟ اللي هي ابلاي فور لايسنس. هنعمل ابلاي فور لايسنس دي ان انت بتقدم على الرخصة. تمام. بيقول لك ايه نوع الرخصة اللي انت هتقدم عليها. تمام. فانت هتجيب النيرسينج ابلكيشن دي انترناشونال جراديويتس انكلود بورتوريكو. تمام. دي عشان انت اول مره. تمام. انت لو بتعمل اندورسمنت في حاجات تاني، يعني لو انت كان معاك اصلا رخصه بتاع مثلا نيو مكسيكو
رخصة إلينوي، رخصة أي مكان تاني، وعايز وجالك عرض مثلا عمل في تكساس أو حاجة زي كده، بتعمل اندورزمنت. تمام. إنما أنت في الرخصة الأولى هتعمل نيكليكس أبليكيشن انترناشونال جراديويتس. تمام. تختار الار ان. تمام. بيقول لك شوية بيانات كده قبل ما سبميتنج ابلكيشن، انه يقول لك ان كل الرسوم اللي هتدفعها مش هتقدر تستردها. تمام. هننزل لتحت كده. تمام. بيقول لك ان في امتحان للولاية اسمه Nursing Jurisprudence Exam. هتكمله ومش عارف ايه، والفيريفيكيشن بتاع اللايسنس ولازم بعد كده هتسجل على البيرسون فيو، لازم يبقى الاسم بتاعك مطابق للباسبور بالظبط عشان تقدر تمتحن، وهكذا. تمام. هندوس نيكست. وهنا برضه بيقول لك ان هو الابليكيشن بتاعك صالح لمدة سنة. هتدوس سيف اند كونتينيو. ده بيقول لك انت اللي اخترتها اللايسنس بتاعتك ار ان، والنيرسينج ابليكيشن نيكليكس ابليكيشن اللي هو انترناشونال جراديويت. تمام. دوس سيف اند كونتينيو. تاني خطوة اللي هي الجنرال انفورميشن. هيقول لك الاسم اللي انت دخلته كذا، والميدل نيم واللاست نيم والسفكس، ان احنا ما عندناش سفكس. تمام. ولا عندنا ميدل نيم. السوشيال سيكيورتي نمبر ما عندناش. تمام. الجندر هتدخل انت ذكر او انثى، ميل او فيميل. تمام. الريس بتاعك. تمام. هتدخل، شوف انت هتدخل انهي ريس. تمام. بص، هو في مصر عامة والدول العربية ممكن ندخل ايه الوايت او الكوكازيان. تمام. انت اصلك اسباني او لاتيني، هتقول له نو، وهتدوس نيكست سيكشن. السيكشن اللي بعده الكونتاكت. هيقول لي هنا هتختار، هل انت مثلا تكساس دي هي الولايه اللي انت قاعد فيها حاليا؟ انت مش قاعد فيها طبعا. تمام. احنا خارج مصر، خارج امريكا والكلام ده. هنختار I am declaring a non-combat status. non-combat ايه status as my primary state. تمام. هنختار ان احنا قاعدين بره الولايه او بره الولايات المتحده عامه يعني. تمام. هنختار الدوله بتاعتنا ايجيبت، او انت لو من بره ايجيبت او بره مصر هتختار الدولة بتاعتك. هتختار هنا الميلينج ادرس، ده عنوان البريد بتاعك. هتختار الدولة وهكذا، تدخل بياناتك اي حاجة. هنا هدخل مثلا كايرو. انا بدخل اي حاجة، انت هتدخل معلوماتك الاساسية مثلا كايرو. ندخل اي رقم هنا. انت تدخل رقمك الاساسي، وتدوس سيف اند كونتينيو. بعد كده هيقول لك تالت اختيار هو الاديوكيشن هيستوري. تمام. الاديوكيشن بروجرام، انت اتعلمت فين. تمام. هتدخل الدولة بتاعتك. انت كنت ار ان. تمام. دخل هنا اذر. بروجرام نيم، هتدخل اسم البروجرام بتاعك اللي هو الباتشلر ديجري اوف نيرسينج. المكان بتاع الكلية بتاعتك، انا ادخل اي حاجة. تمام. الديجري بتاعتك اللي انت حصلت عليها، انت حصلت على الباتشلر ديجري اوف نيرسينج دي. تمام. انت بيقول لك انت اتخرجت ولا لسه هتتخرج. يعني احنا اتخرجنا طبعا جراديويت. هتدخل تاريخ التخرج. هنا نختار الشهر والسنة بس عادي، ممكن تختار اليوم والشهر والسنة من الشهر. هتدخل تاريخ تخرجك ده عادي. دخل معلوماتك الأصلية. أنا هدخل أي حاجة هنا برضو. هتدوس next session. بيقول لك ال education basis of licensure، اللي هو على أساس إيه هتاخد الرخصة بتاعتنا. هي على الأساس الباتشلر degree of nursing.
عشان انت لو كنت دخلت في القسم اللي فات ده يعني كذا كذا كلية او كده، او كذا education بتاعك، كنت هتختار انت هتاخد الترخيص بتاعك على انهي حاجة فيهم. احنا هنا مفيش غير واحدة بس اللي هي الباتشلر ديجري اوف نيرسينج اللي دخلناها، ونعمل سيف اند كونتينيو. خطوة النيكليكس انفورميشن، هو بيقول لك انت اخدت النيكليكس قبل كده؟ احنا ما خدناش، هندوس نو، نعمل نيكست سيشن. indicate if you require test accommodation، احنا مش محتاجين الكلام ده برضو، هندوس نو وسيف اند كونتينيو. هنا eligibility questions، تمام، هنا شوية أسئلة هيدوها لك، تمام. انت في الرخصة بتاعتك هل انت خدت احنا هندخل هنا نو كل حاجة، تمام، عشان تبقوا عارفين. مثلا لو حصل لك مثلا ايقاف على الرخصة بتاعتك في بلدك وهكذا، هنقول نو. برضو هنا محتاج لو انت عندك اي investigations او complaint pending او الكلام ده كله، برضو هندخل نو. برضو نفس الكلام، انت اتقبض عليك مثلا قبل كده لأي مشكلة في جريمة مثلا، مش عارف ايه الكلام ده كله، احنا هنا ندخل نو كله. نفس الكلام برضو، دخل نو. برضو have you ever had any license مثلا or regularity authority in any state jurisdiction أو country، برضو revoked نفس الكلام no. ده لو انت حاليا بيقول لك بتعاني من اي مشاكل صحية مش هتخليك تبقى يعني قادر تشتغل والكلام ده كله، هندوس نو برضو. برضو نفس الكلام، بيقول لك انت في اخر 5 سنين كنت مدمن مثلا الكحول او اني دراجز، هندوس نو برضو. اي حاجة هتعملها يس هيوقف لك الرخصة ومش هتكملها يعني. بنفس الكلام هندوس نو لكله. have you ever been granted the authority to practice in a country. have you ever been granted the authority to practice nursing in دي بقى في رقم 9. بيقول لك انت عندك الصلاحية ان انت تمارس التمريض في اي دولة او ستيتس، هنقول يس، تمام. وهندخل to practice nursing the international license. ماشي، هندخل ايجيبت بس كده، او الدولة بتاعتك يعني عامة. بيقول لك انت مارست التمريض ده او النيرسينج نوليدج وسكيلز والابيليتيز از ريجستر نيرس، تمام، في ال4 سنين اللي فاتت. لو انت معاك 4 سنين خبرة هتدوس يس، لو انت خريج جديد هتقول نو. بيقول لك ان الابليكيشن بتاعك والفلوس اللي هتدفعها دي هتفضل صالحة لمدة سنة بس من تاريخ الايه اللي اتدفع، تمام. هنا هندخل الاسم كامل، تمام. بيقول لك ان انت مدخل معلومات صحيحة وكل الكلام ده كله، مش عارف ايه، هتدخل اسمك كامل. انا كنت مدخل ايه؟ علي محمد، صح كده؟ علي، مش فاكر والله كنت مدخل اسمي ايه اصلا. نشوفه من هنا. علي محمد احمد علي. وهندخل معاها التاريخ بتاع اليوم، النهاردة مثلا 21/3/2025، وندوس سيف اند كونتينيو. ده بيقول لك هتراجع هنا البيانات بتاعتك، ايه البيانات اللي انت دخلتها والكلام ده كله، راجعهم كويس عشان لو في اي حاجة. وهنا هتعلم على اي ذا نيكليكس كانديديت. ماشي خلاص تمام. بيقول لك ان الرسوم بتاعتك $75، تمام. هتدوس ميك بايمنت.
payment يعني بيقول لك ان كل الفلوس اللي هتدفعها دي مش ما تقدرش تستردها. تمام. انت هتعمل اوكي وبروسيد تو ايه بيمنت جيت واي. تمام، انا مش هدفع هنا حاليا. تمام، وكده خلصنا. وبعد ما تدفع ان شاء الله بعدها بيوم هيظهر لك البيانات بتاعتك، ويقول لك انت محتاج السي اس ريبورت والفيريفيكيشن ده اللي هيتبعته من الجهه بتاعتك اللي انت عدلت الشهادات فيها، سواء سي جي اف ان اس او الجوزيف سيليني. تمام، وبعد كده هيقول لك اعمل بصمات على ايدنتيجو. وبعد ما توصل تعمل الخطوتين دول وتمتحن في امتحان كل يوم، امتحان للبورد نفسه. تمام. بيديك صلاحية كل يوم 24 ساعة، كل 24 ساعة تقدر تمتحن امتحان، حتى لو ما جبتش الدرجة فيه. تمام، تقدر تمتحنه تاني. وهو سهل، ممكن تستعمل شات جي بي تي او اي مصدر من بره مثلا، تحط السؤال ونفس الكلام تجيب الإجابة وهتمتحن فيه وخلاص. وبعد كده هيفضل لك تسجيل البيرسون فيو زي ما حكيت لك في الفيديوهات اللي فاتت والفيديوهات القادمة. تمام، ان انت ما تستعجلش على تسجيل البيرسون فيو لما تبقى جاهز للامتحان ان شاء الله. تمام، انت هتدوس اوكي وبروسيد تو بايمنت جيت واي. وبعد كده تدفع بالكريدت كارد بتاعتك وتدخل البيانات بتاعتك. وبعد ما تدفع الفلوس اللي هو ال75 دولار ان شاء الله، زي ما قلت لك هيظهر لك البيانات بتاعتك، ويبقى كده مستني لامتحان النكليكس ان شاء الله. انتظرنا في فيديوهات قادمة ان شاء الله من سلسلة الطريق لأمريكا من البداية. دمتم في امان الله.